بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. يلا بينا النهاردة معنا فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبتدي في الوصفة بتاعتنا على طول ان شاء الله. النهاردة معانا وصفة جميلة جدا بنحبها كلنا، وصفة الرز المعمر الفلاحي. يلا بينا بسم الله. وقبل ما نبتدي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني اي جديد، ولو عجبكم الفيديو شيروه لاصحابكم وحبايبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبتدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده الصينية القمر دي ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنبتدي ونعمل الوصفة الجميلة بتاعتنا. وزي ما انتوا شايفين القطعة بتاعتها جميلة والرز مستوي جدا وطري جدا، وما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله وبالهنا والشفاء. هنبتدي في الوصفة بتاعتنا بسم الله على بركة الله. هنبدأ. معايا رز 3 كوبايات غسلاهم كويس قوي ومصفياهم من المية، ومعايا كوباية سكر، ومعايا كيلو لبن، ومعايا كوباية إلا ربع من الزبدة الفلاحي الجاموسي. معايا نص معلقة من الملح. وهنبتدي نشوف هنعمل ايه في المكونات بتاعتنا. والكوباية اللي بنعاير بيها يا جماعة هي الكوباية اللي عايرنا بيها كل المكونات بتاعتنا. هنبتدي على بركة الله بسم الله. اول حاجة هنحط الرز في الصينية بتاعتنا. الرز مغسول ومصفاي، وزي ما قلنا يا جماعة دول 3 كوبايات من الرز. غسلناهم وصفناهم حلو قوي، وهحط عليهم نص المعلقة الملح. وبعد كده هحط كيلو اللبن بتاعي كله على الرز وعلى الملح، هحط كله كده. وبعد كده هحط كوباية السكر بتاعتي على باقي المكونات. طبعا لازم ادوب السكر كويس عشان يبتدي يمتزج مع الخليط كله ويبقى كله بدرجة تحلية واحدة. فهدوب حلو قوي السكر لحد ما احس ان هو خلاص داب معايا في المكونات بتاعتي وامتزج وسطيهم وبقى كله خد درجة تحلية واحدة. تحلية حلوة قوي وجميلة جدا ومش بتاخد وقت خالص خالص، وسهلة وسريعة جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين جبت الزبدة بتاعتي كده. دي زبدة يا جماعة مش سمنة، انا كترتها شوية لان مفيش كان عندي قشطة متوفرة فزودت نسبة السمنة نسبة الزبدة شوية. وكانت ما شاء الله جميلة جدا جدا ولونها حلو جدا جدا، ولا كان محتاج قشطة ولا محتاج اي حاجة. بقول لكم دي الكوبايه اللي انا عايرت بيها جميع المقادير بتاعتي، السكر واللبن والرز والزبده. كل المعايير بتاعتي كل المكونات بتاعتي انا عايرتها بالكوبايه اللي انتوا كنتوا شايفينها معايا دلوقتي. بدوب تاني عشان خاطر السكر يمتزج وسط المكونات كلها كده ويدوب وكله ياخد درجة تحلية موحدة. وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان خاطر يوصلكم مني اي جديد. لو عجبك الفيديو شيريه على اصحابك وحبايبك، هتبقى هدية حلوة قوي منك لو انت عملتي لي لايك. ولو ما كنتش مشتركة اشتركي معايا. بفرح جدا جدا يا جماعة والله لما بيجيني اشعار بمشترك جديد، ولما ببص في اللايكات بلاقيها ما شاء الله. طبعا حاجة تفرحني. آه اللايك انا حاسة ان هو يعني مش هي، لو انت عملتي لايك اللايك مش هيكهرب ومش هتدفعي فيه فلوس.
ففرحيني باللايك، دوسي على زر اللايك. انا هفرح جدا وانت مش هتخسري حاجة، انك انت تفرحيني يعني. ما شاء الله. خلاص حطينا كل المكونات، كمان جبت حاجة كده زي السكينة وكسرت الزبدة بتاعتي، مخلتهاش كانت كتلة واحدة، كنتوا شايفينها. كسرتها شوية كده عشان خاطر تسيح بسرعة وتمتزج مع المكونات. وديت كده في الفرن على نار هادية، وسبتها شوية، يعني النار حوالي 160 درجة مئوية. وسبتها، سبت الصينية بتاعتي تستوي. خدت في الفرن حوالي يمكن ساعة الا ربع كده، لحد ما وصلت للون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لا حطيت لها قشطة ولا اي حاجة، ده مجرد اللبن يا جماعة والزبدة بتاعتنا والمكونات اللي انتوا شفتوها بس. تبارك الله ما شاء الله، عاملة ريحة جميلة جدا جدا جدا. اللهم بارك. وكمان بسم الله ما شاء الله، الطعم بتاعها روعة، الله اكبر. يعني حاجة روعة. ما فيش في غضون، ما فيش ساعة ونص انت ممكن تعملي تحلية حلوة قوي قوي لولادك، محبوبة جدا وحلوة جدا في زمن بسيط جدا جدا. زي ما انتوا شايفين شكلها ما شاء الله، اللهم بارك تبارك الرحمن. شكلها رائع، حمرة من فوق وجميلة جدا. الرز مستوي جدا وحلو قوي يعني. مش عايزة اقولك الريحة بتاعتها جايبة اخر الشارع ما شاء الله. الرز ده يا جماعة تقريبا كده انا عملته في الفجر، فما شاء الله كان مالي الشارع، يعني الولاد جايين من الشارع في الصلاة يقولوا يا ماما احنا شامين ريحة الرز من الشارع ما شاء الله، اللهم بارك. كله زي ما انتوا شايفين نضيفته على بعضه كده على البارد، ورحت وديته الفرن واستوى مع بعضه. وزي ما انتوا شايفين كده انا بحب اطلعه قطع كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. شايفين اللون، الله اكبر تبارك الرحمن. وده بصوا الرز طري جدا ما شاء الله، اللهم بارك. وطعمه جميل جدا جدا يعني بسم الله ما شاء الله. بصراحة حاجة حلوة قوي. لحد هنا وصلت معايا، متنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد. بحبكم في الله كلكم. هتوحشوني جدا جدا. لحد الفيديو اللي جاي اسيبكم في حفظ الله ورعايته، في امان الله. الى اللقاء. الفيديو اللي جاي هتوحشوني جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.